عن وزارة الخزانة الأمريكية تعليق عقوبات قيصر المفروضة على سوريا. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران. الخزانة الأمريكية أيضا الولايات المتحدة تظل ملتزمة بسوريا مستقرة وموحدة وسلمية. العجل الأخير سيد هوشنك أوسي، يعني قالت الخزانة الأمريكية بأن أمريكا تظل ملتزمة بسوريا مستقرة وموحدة وسلمية، في إشارة أيضا إلى اتفاق العاشر من آذار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. نعم، هذا مؤشر إيجابي. يعني تعليق قانون قيصر المشروط أيضا ومؤشر إيجابي، مؤشر سياسي كما تفضل ضيفك في الدوحة، وسلامي لضيوفك الثلاثة في دمشق وفي الدوحة. مؤشر إيجابي يبتنى عليه بعض الآمال المتعلقة بحلحلة مجموعة العقد والمشاكل التي ورثها نظام أحمد الشرع من نظام الأسد. يعني قانون قيصر وعقوبات قيصر كانت مفروضة على النظام السابق، والآن يعاني منها النظام الحالي، وبالتالي أي إشارة في هذا الاتجاه هي مثار يعني ترحيب من الشعب السوري ومن النخب السورية من الحكومة السورية، ويبتنى عليها مقتضاها. لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أيضا مع هذا الجو الإيجابي أنه حكومة دمشق ماذا قدمت يعني لواشنطن؟ معلوم أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح قبل أيام أنه رفع العقوبات والقصصي والانفتاح على النظام السوري كان بأمر تركي إسرائيلي، وهذا اعتراف من ترامب. إذن هنالك أشياء تجري خلف الأبواب المغلقة، الكثير من السوريين لا يعلمون عنها. أمريكا ليست منظمة خيرية تتعامل مع سوريا وتبدي التزامها. ينبغي لسوريا أيضا أن تقدم ما يحفز الأمريكيين على المضي قدما في تقديم المزيد وتحويل تعليق العقوبات إلى إلغاء العقوبات، إلى إزالتها. أختلف مع ضيفك في الاستوديو في موضوع ال يعني الاستقرار الأمني في البلاد هو الذي يحفز ويشجع رأس المال. أنت تعلم والمشاهدون وضيوفك الكرام يعلمون أن رأس المال جبان، لا يمكن أن يدخل إلى مناطق تعاني من صراعات ومن أزمات وانعدام أمن، وبالتالي الأولوية القصوى لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية هو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد كتوطئة وتمهيد وتحفيز وتشجيع رؤوس الأموال وتدوير أو إدارة هذه عجلة الزيارة إلى البيت الاقتصاد في الأبيض سوريا. سيد هوشنك أوسي، الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، ألن تؤدي برأيك إلى تحقيق الاستقرار في سوريا خلال الفترة المقبلة؟ الزيارة لن تؤدي. خطوات وسياسات الحكومة فيما يتعلق بالشأن الداخلي هي التي ستؤدي، وبالتالي الموضوع ينبغي يعني لهذه الحكومة أن تقنع السوريين قبل إقناعها للغرب، للأمريكي أو للمحيط الإقليمي أو للمجتمع الدولي. يعني بمعنى أنه لا تنحو هذه الحكومة منحى حكومة حافظ الأسد القائمة على استراتيجية الضغط على الداخل وإرضاء وإسكات الخارج عبر حزمة من الممارسات التي قام بها النظام السابق. مقصدي من الكلام أنه الأولوية القصوى، الاستراتيجية الأولى الأبرز فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار هو ليس موضوع الزيارات. ويعني ما شاء الله كل زيارات الرئيس السوري هي زيارات تاريخية وزيارات يعني لم يكن مثلها مثيل يعني بهذا الكم المهول من المديح. لكن ينبغي أيضا هي لم طرح تحصل من قبل السؤال. لأي رئيس سوري إلى البيت الأبيض. نحن نتحدث عن هذا الأمر سيد هوشنك أوسي.
سأعود إلى العودة إلى اقتراب انضمام دمشق أو الحكومة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. هذا التطور يفتح بابا من التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، وهذا الملف أيضا بالتأكيد نوقش بين الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ترامب. أنا لا أعلم يعني تأكيدك على ماذا يستند أنه هذا الملف أو تم مناقشته، لأنه لم ترشح عن لقاء أي شيء، أي مؤشر سوى العواجل التي تصلك. المهم في تقديري وظني أنه أمر قسد محسوم، يعني كجزء أصيل من التحالف الدولي ضد الإرهاب منذ نشأته، منذ كان أبو محمد الجولاني أميرا على إدلب وقائدا لإحدى الفصائل المصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية. الآن يعني النظام الحالي يريد أو ينافس قسد على ما تشغله قسد، وهذا شيء جيد، هذا وأنا أرحب به يعني. وأصلا الحكومة السورية ينبغي أن تكون بالضد من الإرهاب، بالضد من الجماعات التكفيرية، بالضد من تنظيم داعش الإرهابي، سواء يعني كانت موجودة في التحالف أو خارج التحالف. شيء إيجابي أن تسعى الحكومة لأن يعني أن تشغل مكانها في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وقدمت طلبا بدعم من السعودية ومن تركيا. هذا شيء جدا إيجابي، لكن التطبيقات العملية يعني معروف عن المقاتلين الأجانب الذين هم فلول نعم، اسمح لي أن النصرة أقاطعك وداعش. سيد هوشانك أوسي، اسمح لي أن أقاطعك ونذهب لمتابعة هذه الصور الأولية لمغادرة الرئيس أحمد الشرع البيت الأبيض. إذن سوف الأولية لمغادرة الرئيس أحمد الشرع للبيت الأبيض بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيد هوشانك أوسي، تفضل أكمل الفكرة التي كنت تتحدث بها. مقصدي مما سلف أنه شيء جدا إيجابي أن يكون كل السوريين، كل الفرقاء السوريين، من هم في دمشق، من هم في مناطق الجزيرة، على كامل الأراضي السورية، مناهضين لتنظيم داعش الإرهابي ولكل الفصائل الإرهابية. لكن هذا السعي وهذا الموقف ينبغي أن يترجم على أرض الواقع. يعني المشاهدون وضيوفك الأفاضل يعلمون أن أغلب قيادات القاعدة جرى استهدافهم في مناطق نفوذ جبهة النصرة قبل أن تستلم السلطة في دمشق. زعيم داعش قتل في مناطق نفوذ. من يعطل اتفاق العاشر من آذار؟ من يعطل اتفاق العاشر من آذار سيد هوشانك أوسي؟ هذا صار السؤال أخذ منحى آخر. الذي عطل اتفاق العشرة من آذار من أطلق حوارا وطنيا منفردا، من أعلن يعني عن إعلان دستوري منفرد، من شكل الحكومة بشكل منفرد، من أجرى انتخابات بشكل منفرد، من ارتكب المجازر في السويداء وفي الساحل السوري وأرهق الدولة السورية. وينبغي أن نفصل تماما ما بين الدولة السورية والنظام السوري. العالم يتعامل مع هو موجود حاليا على أنه مرحلة انتقالية، نظام انتقالي، رئيس انتقالي سوري مؤقت. الحوار الوطني سيد هوشانك أوسي، الحوار الوطني كان قبل اتفاق العاشر من آذار. الحكومة السورية معترف بها الآن في كل أنحاء العالم. سأنتقل إلى السيد عمر إدلبي. سيد عمر، يعني